والآن طبعا النيران لسه مشتعلة في شركة النصر للبترول بالسويس، وهي أيضا أزمة في غاية الأهمية. آخر تطورات الوضع هناك وأعداد الوفيات والمصابين. معانا المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول من السويس. أهلا بيك يا باشمهندس هاني. اهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. الموقف الآن عندكم شكله إيه؟ خلاص الحمد لله تم السيطرة على الحريق بشكل كامل الحمد لله. تم السيطرة بشكل كامل؟ ما فيش نيران مشتعلة ولا لا يعني؟ لا خالص. طب حجم الخسائر قد ايه يا باشمهندس هاني؟ والله الخسائر دي انت عارفه احنا مشكلين لجان فنيه دلوقتي عشان سواء بتراجع الموقف فيما يخص اسباب الحادث، بالاضافه الى تقديرات التلفيات اللي حصلت. يعني هو الشكل العام او الرؤيه البسيطه اللي قدامنا بنتكلم على المنتج اللي اتحرق والمستودعات اللي حصلت تاثرت يعني، او الخزانات اللي تاثرت يعني. هل هناك اي بالاضافه الى حاله وفاه حصلت في اول يوم، وبعدين في كان تباعا يعني من 25 ل 30 حالات بتبقى اختناق وبترجع تاني عاديه يعني من نتيجه الدخان الكثيف اللي كان متصاعد. هل هناك شبهه جنائيه وراء الموضوع يا باشمهندس هاني؟ والله طبعا حاجه زي كده ما نقدرش نحكم عليها، احنا بنحلل الاسباب الفنيه الاول. لو استبعدنا كل الاسباب الفنيه ممكن جدا يبقى في اشاره لكده، لكن احنا في الوضع الحالي لا يمكن نجزم بهذا العمل. الحاجه بس اللي انا عايز اقولها لحضرتك وللساده المشاهدين ان اللي حصل هنا حرائق البترول بتبقى في منتهى الصعوبه السيطره عليها. اللي حصل هنا انا بقول لحضرتك دي ملحمه بين جميع الناس اللي تضافرت جهودها، سواء كان العاملين في قطاع البترول. احنا فعلنا خطه الطوارئ الخاصه بقطاع البترول على مستوى القطاع بالكامل، وبالنسبه للقوات المسلحه ودورها الايجابي اللي تم، والشرطه المدنيه ومحافظ السويس. فالحمد لله يعني الامور تسيطر عليها بالكامل، وانا بكلم حضرتك دلوقتي واحنا ما زلنا موجودين في موقع الحدث. تمام، انا بشكرك جدا مهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول، ومعايا